أنا لا ملبوس ولا ممسوس، اخرجوا ابعدوا عني، غوروا في داهية. إيه يا ملهمين، عاملين إيه؟ وحشتوني أوي بجد. أنا آسف بجد على الغيبة دي كلها، بس أنا راجع ليكم بحاجة تقيلة وهتعجبكم أوي، وهتتصدموا من نهاية قصتنا النهاردة. حاول تكملها للآخر بجد، فعشان ما أطولش عليك حضر قهوتك وطفي النور، علشان أنت الآن مع رعب الخميس، وبسم الله نبدأ. صحيت من النوم مفزوع كأن البيت كان بيتهد عليا، ملحقتش أغمض عيني ساعتين بعد ما رجعت من الشغل وصدقت إني نمت. كان قرب صلاة العشاء، سمعت صوت زعيق وتخبيط وأصوات خناق كبيرة جاية من الشقة اللي تحتينا. فهمت من ضمن الكلام إنهم جابوا شيخ أو معالج عشان جمال جارنا، لأنه بقاله مدة كبيرة منعزل عن الناس، بيحبس نفسه في أوضته بالأيام ولا بياكل ولا بيشرب زي ما أمه بتقول، ومؤخرا بقت تدخل عليه فتلاقيه عريان كما ولدت وكاتب حاجات على الحيطة، لحد ما قالت إنه ملا الحيطة كلها كلام غريب، أرقام، حروف، آيات قرآنية مكتوبة بالعكس، ورسومات شكلها غريب، وكانت ناوية تشوف حد يقرأ عليه أو يعالجه، وشكلها فعلا نفذت كلامها. نزلت جريت على تحت بسرعة ولقيت كل الجيران العمارة في شقتهم، ولأول مرة أكون مصدوم بالصورة دي. حيطان أوضة الجمال كلها طلاسم بالكامل، مفيش فراغ يذكر زي ما أمه قالت فعلا. وزيادة على كلامها إن في عين بشرية محطوطة جوه مثلثات ودوائر وكده، وإن الرسومات دي متقنة بطريقة مرعبة ملهمين، كأن رسام عالمي اللي رسمهم. كما إن الأرقام ليها طابع غريب جدا، مكتوبين بشكل عشوائي، لكن ليهم انطباع إن اللي كاتبهم ما هي إلا لغرض ما مدروس ومعمول حسابه كويس أوي. الأغرب إن مجموعة الأرقام مجموعهم فيه رقم 13، يعني 13، 113، 213، 313 وهكذا. واعتقد على حد علمي ان الرقم 13 ليه علاقة مباشرة بالسحر والتحضير وخلاف، ناهيك عن باقي الايات القرآنية المكتوبة بالعكس، او الحروف المتقاطعة، او الفاظ الجلالة بالعكس، استغفر الله العظيم يعني. وكل اللي مكتوب على الحيطان فهو مكتوب بالحبر الأحمر، فكأنك دخلت أوضة حيطان مليانة دم. إحساس يقبض القلب ويرعبه ويرعب اللي ما يترعبش. وكمان جمال قاعد على سريره وظهره للمعالج، والمعالج بيقرا آيات بطريقة غريبة، اللي هو انت بتعمل ايه؟ انا مش فاهم حاجة، ده مستحيل يكون قرآن اللي انت بتقوله ده. فقطعته وانا بزعق وبقول له هو ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ كان بيني وبين جمال دايما كل خير، وبصراحة عمري ما شفت منه حاجة وحشة. وكمان أسلوب المعالج ده كان غريب، على الأقل كان غريب عليا أنا، فده خلاني أدخل وأخليه يوقف اللي بيعمله علشان يقول لي بأسلوب استفهام واستغراب مين أنت؟ وبص للست والدة جمال وإخواته وبعض الجيران وقال بنفس الأسلوب مين ده يعني؟ قلت له بزعيق ده أسلوب قارئ قرآن، وهل العلاج يكون بالطريقة المنفرة دي وكلكم بتتفرجوا عليه كأنه حيوان جوه قفص؟ اتقوا الله يا جماعة، اتقوا الله في جمال. التفت وكان معاه مصحف في ايده وبدأ يزعق له انا حافظ لكتاب الله واكتر من 1000 حديث، انا لا ملبوس ولا ممسوس، اخرجوا ابعدوا عني، غوروا في داهية. بدأ يتشنج ويتلوى، فاضطرينا نتجمع كلنا ونسيطر عليه لحد منعناه من الغضب اللي جواه انه يخرج. قوته ضعفت وبقى في حالة هدوء، وخرجت الناس بره الأوضة وطلبت من اخواته يلبسوه حاجة نظيفة بدل الجلابية اللي كان لابسها، واللي كان باين عليها قد ايه هي مش نضيفة ومعفنة وبقاله كتير مغيرهاش، وكأنه مغيرهاش من اسبوع. بعد ما خرجناهم بره الأوضة الدنيا كانت موترة جدا الصراحة، ووشوش الجيران كلها كان باين عليها الريبة والخوف. حتى أم جمال راحت سندت راسها على الحيطة ووشها شاحب وعينيها مليانة دموع. بس أنا خليت كل الجيران يمشوا وفضلت أنا معاهم. المعالج كان لسه موجود بيبصلي بنظرة مش مفهومة، نظرة فيها استنكار أو أكنه مستغرب من تدخلي في الكلام والحوار. أنا ما قدرتش أسيب الموضوع يعدي كده. مشهد الأوضة كان مرعب، الرسومات والطلاسم، الأرقام، حاجات مش ممكن يكون بني آدم عادي راسمها لمجرد الهبل والجنون.
في حاجة غلط، في حاجة أخطر بكتير من مجرد حالة نفسية أو لبس. بعد شوية خرج واحد من اخوات جمال وقال بصوت واطي: لبسناه هدوم نضيفة لكنه مش بيتكلم، قاعد ساكت وبيبحلق في الأرض كأنه مش معانا في الدنيا أساسا. دخلت معاه ولقيت جمال فعلا قاعد على السرير، ظهره للحيطة اللي مليانة طلاسم وعينه سارحة في الفراغ. المصحف لسه في إيده لكن مش ماسكه بالطريقة الطبيعية، صوابعه كانت ناشفة ومتحجرة تماما كأن أعصابه متشنجة وعينه فيها شرود غريب. قربت منه وناديت عليه بهدوء: جمال. مردش عليا. مديت ايده ولمست كتفه وهنا حصل اللي ما كانش ليه حسبان. بسرعة غريبة لف وشه ناحيتي وعينه كانت سودة، مش إن عينه غامقة أو كده، لأ، ده البياض نفسه اختفى كأن في حبر أسود مغطيها بالكامل. إحساس مرعب مفيش كلام يقدر يوصفه. صوت أنفاسه كان تقيل وقال بصوت منبوح كأنه مش صوته خالص، وقال: ما كانش المفروض تبقى هنا، ايه اللي جابك؟ حسيت بجسمي بيترعش وشعور غريب بالخطر سيطر على كل حاجة فيا. أخوه اللي كان معايا اتراجع خطوتين لورا ووشه قلب أصفر. سألته بصوت مليان قلق: أمال المفروض أكون فين يا جمال؟ قرب مني أكتر وصوته بقى أهدى لكنه كان مليان رعب. الموضوع بدأ وهتشوف بنفسك. في اللحظة دي النور رعش في الأوضة وبدأت ريحة غريبة تظهر، زي ما يكون ريحة حريق، كأن في حاجة بتتحرق في مكان قريب. ومن عند باب الأوضة اللي كانت أم جمال واقفة وسمعتها صرخت فجأة بصوت يقشعر الجسم ويوقف القلب: يا نهار اسود، ايه اللي على الحيطان ده؟ الحيطان بتنزل دم. كل اللي حصل قدامي كان خارج حدود العقل. الحيطان بتخرج دم، بس ازاي؟ دي كانت مجرد طلاسم ورسومات، مستحيل يكون الدم حقيقي، مستحيل. لكن الريحة كانت غريبة جدا، ريحة حديد وزفارة بتقول غير كده. والمصيبة وكل الناس اللي واقفين شافوا نفس المشهد. الحيطان كانت بتعرق سائل أحمر بينساب ببطء كأنه بيخرج من مسام الحيطان، مش مجرد لون أو دهان. أم جمال كانت واقفة عند الباب عينيها مبرقة وخوفها كان حقيقي، أو على الأقل ده اللي كان باين. لكن كان في حاجة في طريقة كلامها وفي الصرخة اللي طلعت منها كانت مش مريحة، زي ما تكون مش مفزوعة بجد، كأنها بتمثل أو مستنية اللحظة دي تحصل. المعالج كان هادي بشكل غريب عكس كل الناس، واقف في ركن الأوضة بيحرك شفايفه بكلام مش مسموع كأنه بيتمتم. عينه كانت متعلقة بجمال اللي لسه قاعد مكانه بنفس الجمود المخيف، ووشه ثابت وعينه السودة ثابتة وسرحانة في ملكوت وعالم تاني غير عالمنا. وإيده اللي ماسكة في المصحف بدأت تتهز كأنه بيقاوم حاجة، زي ما يكون في صراع جواه. حسيت إن اللحظة دي هي الفاصلة، اللحظة اللي ممكن نفهم فيها كل حاجة أو اللحظة اللي هتضيع فيها كل حاجة. اتقدمت خطوة ناحيته وقلبي كان بيدق بسرعة مش طبيعية. كنت حاسس إني ماشي في ممر ضيق والحيطة بتتقفل عليا. صوتي طلع بصعوبة: جمال، قول لي الحقيقة، إيه اللي بيحصل هنا؟ لكن جمال مردش عليا وبس إيده اللي كانت ماسكة المصحف وقعته فجأة. وقبل ما حد يتحرك المعالج نط عليه بسرعة وحط إيده على راسه وبدأ يصرخ بصوت مليان ادعاء: اخرج، اخرج يا ملعون، اخرج يا كافر. جمال فجأة شد جسمه لورا، عينه بقت أوسع وحلقه طلع منه الصوت كأنه مخنوق. لكن أنا كنت واخد بالي من حاجة أهم، حاجة مريبة، وهي إن المعالج إيده كان عليها نفس الحبر الأحمر اللي كان على الحيطة. اللحظة دي كأنها شرارة كهرباء ضربت في عقلي. حاجة جوايا صرخت إن في حاجة غلط، حاجة مش مظبوطة في القصة دي كلها. كل حاجة بدأت تتجمع في عقلي زي قطع بازل كانت متبعترة. جمال طول عمره راجل عاقل متدين، مش ممكن فجأة يتجنن كده من غير سبب. وأمه تبان ست شكلها طيب ومسكينة، لكن كان عندي إحساس إنها متواطئة في حاجة أكبر من كده بكتير. إخواته اللي واقفين بيتفرجوا في رعب. ليه؟
كانوا سايبين أمهم تتصرف بدل ما كانوا هم المتصدرين كل المشهد. المعالج ده جاي مين أصلا؟ مين جابه؟ وليه من أول دخل وهو بيتصرف كأنه داخل على فريسة مش مريض؟ كل حاجة في اللحظة دي كانت بتقولي إننا عايشين كدبة، وإن جمال مش مجنون لكن ضحية. المعالج بدأ يصرخ أكتر وجمال كان بيتهز بعنف، لكن اللحظة اللي حسمت كل حاجة كانت لما المعالج قال بصوت قوي: اعترافك هو اللي هيحررك. اعترف إنك وقعت في شرك مع الشياطين، واعترف بذنبك علشان نطهر روحك. جمال بصله بعينه اللي كانت بتلمع بلمعة غريبة، بس المرة دي مش لمعة رعب، دي كانت لمعة تحدي، لمعة غضب. كأنه فاهم وساكت، وقرر أخيرا إنه مش هيسكت أكتر عشان يقول: أنت اللي كنت بتكتب على الحيطان. كل اللي في الأوضة اتجمدوا حرفيا، كأن الزمن وقف والمعالج اتسلق واتخشب، وشفت جوه عينه دوامة من المفاجأة والارتباك. وأم جمال اللي كانت لسه من لحظات بتصرخ من الرعب بقت أشبه بتمثال، ملامحه ما كانش فيها أي رد فعل غير صمت مخيف، كأنها ما كانتش متخيلة إنها تسمع الجملة اللي جمال ابنها قالها دلوقتي. أنا قلبي بدأ يدق أسرع، مش من الخوف، لأن جمال قال اللي كنت بحاول أرتبه في دماغي، قال اللي كنت شاكك فيه. المعالج ده مش معالج، المعالج ده هو اللي كان بيعمل كل ده، أو على الأقل جزء منه. لكن ليه؟ وليه الحيطان نزلت دم قدام عينينا؟ هل دي خدعة ولا في حاجة أكبر من كده؟ المعالج بدأ يرجع راسه لورا ويضحك ضحكة مش طبيعية، ضحكة تقيلة وسمجة، كأنه بيتحدانا أو بيتحدى جمال تحديدا، وهو بيقول بصوت مخيف: هم مش مخلينك تشوف الحقيقة، بس الحقيقة كانت أسوأ بكتير من اللي توقعناه. الحقيقة كانت مرعبة أكتر. من وجهة نظري إن مش جمال اللي كان محتاج علاج، اللي كان محتاج علاج حقيقي هو اللي حواليه. في اللحظة اللي ضحك فيها المعالج الضحكة التقيلة دي، حسيت إن الأوضة ضاقت عليا زي ما تكون الحيطان بقت حيطان سجن، وبدأت أدوخ وأحس إن كل حاجة حواليا بتتحرك ببطء. حركة جمال وأمه وإخواته والمعالج، حتى الأصوات والأنفاس وضربات قلبي، كأن في لحظة صمت خنقتني، صمت بيسبق أي حاجة مرعبة، حاجة مستحيل أتخيل حجمها وشرها. كنت حاسس إن كل الناس اللي في الأوضة متجمدة ومش عارفين يتكلموا ولا يتحركوا. حتى جمال اللي كان في قمة تحديه كان في حاجة في عينه ما اطمنش، كأنه لأول مرة فعلا استوعب الوضع اللي هو فيه، كأنه لأول مرة فهم المصيبة اللي اتحط فيها والكارثة، كأنه لأول مرة فهم المصيدة اللي اتحط فيها والكارثة. إن المصيدة دي مش سحر ولا جن، المصيدة دي صنعها أقرب الناس ليه بإيديهم، أمه وإخواته، وأي حد مكانه لازم ينهار في الموقف اللي هو محطوط فيه ده. كان ممكن عقله يطير، لكن جمال كان ثابت، ركن ظهره على الحيطة وإيده كانت بتتحرك ببطء ناحية المصحف اللي كان واقع على السرير. والمعالج كان شايفه واخد باله من كل حركة بيعملها، بس ما عملش أي ردة فعل، بالعكس ده فضل مبتسم ابتسامة مستفزة مليانة استهزاء، وكأنه مستمتع بالمشهد وهو شايفنا بنحاول نفهم ونستوعب. لكنه كان عارف إن الوقت اتأخر، وإننا حتى لو فهمنا مش هنعرف نخرج من هنا بالسهولة دي. وفي ثانية وقبل ما حد يقدر يعمل أي حاجة، جمال مسك المصحف بقوة. قبل ما ينطق بكلمة المعالج مد إيده بسرعة مش طبيعية علشان يخبط جمال على كف إيده ويوقع المصحف تاني من إيديه، بس المرة دي وقع على الأرض. ودي كانت لحظة الصدمة بالنسبة لي، لحظة خلت قلبي يقع في رجليه والدنيا كلها تتهز في عيني. إزاي حد بيدعي إنه شيخ يعمل حاجة زي كده؟ إزاي حد يكون بيقرأ قرآن لكنه في اللحظة دي تحديدا اتصرف كأنه مش من أهل القرآن، بيخاف منه وكأنه بيحاول يمنع جمال من مجرد لمسه؟ جمال اتراجع لكنه ما كانش خايف، بالعكس ده كان في حاجة في عينه، حاجة غريبة، حاجة وكأنها لحظة إدراك بالظبط. الإدراك اللي فهمه إن الشخص اللي قدامه ده مش مجرد دجال عادي أو بيستغل الناس وكده وبس، لأ يا ملهمين، ده بجد شخص ملعون وأوسخ من كده بكتير.
أنا كنت بتفرج على المشهد ده كله وأنا متجمد في مكاني، لكن عقلي كان شغال بسرعة جنونية، وكنت بحاول أربط كل الخيوط ببعضها، وبحاول أفهم ليه أم جمال كانت سايبة كل حاجة في إيد الراجل الدجال ده، وليه إخواته أو المفروض إن هم إخواته أصلا كانوا متخاذلين بالشكل ده. ومن الواضح إن محدش موجود محاولته حقيقية للإنقاذ، بس الأكبر من كده إن القصة دي وراها حاجة أكبر من كده بكتير، وإن هي سودة وخبيثة مش طبيعية ورا سكوت أهل جمال بالشكل ده. يعني مش مجرد دجال جاي ينصب عليهم وخلاص، جمال كان الوحيد اللي عارف إجابة اللغز، بس كان صابر وساكت ومستني اللحظة اللي يواجه فيها الكل بالحقيقة. والمعالج كان لسه مبتسم وهو بيقرب من جمال، ووطى صوته وقال له كلمات خلت الدم يتجمد في عروقي، وقال له ببرود شديد: انت فاكر نفسك فاهم كل حاجة؟ فاكر نفسك قوي؟ احنا اللي علمناك الصبر، واحنا اللي بنقرر امتى ينتهي. جمال عينه كانت بتلمع بغضب وقال بصوت ثابت: انت اللي كنت بتكتب على الحيطان، انت كنت بتعمل كل حاجة عشان تثبت ان انا مجنون. المعالج ابتسم اكتر، لكن اللي رد مش هو، لأ، اللي رد كانت ام جمال بصوت بارد مفهوش اي اثر للشفقة. قالت وهي واقفة مكانها وملامحها ثابتة: ما كانش عندنا اختيار. وقتها انا كنت هتجنن. ازاي دي تكون امه اللي كانت المفروض تخاف عليه وتحميه؟ ازاي تقول حاجة زي دي؟ ازاي تتكلم كأنها مجرد طرف خارجي مش مجرد حد بيدافع عن ابنه؟ جمال كان مركز معاها، عينيه ثابتة عليها كأنه بيحاول يلاقي أي أثر للندم على ملامحها، لكن مفيش أثر واحد حتى للندم يا ملهمي. كأنها قررت من زمان إنها تموت أي مشاعر تجاه جمال، واعتبرته مش ابنها وإنه مات. المعالج قال بصوت بارد وبصوت مليان سخرية: الفلوس يا جمال، الفلوس بتعمل حاجات كتير قوي، وإنت كنت العائق الوحيد قدامهم. فاكر ان حبك للقرآن كأنه هينقذك؟ فاكر انهم كانوا بيحبوك؟ لا يا جمال، انت كنت عقبة كان لازم تتشال بأي تمن. جمال اتحرك خطوة ناحيته والغضب في عينيه بقى زي النار، وقال وهو بيزعق: أنا عمري ما كنت مجنون. ودي كانت اللحظة اللي كان كل حاجة انهارت فيها، اللحظة اللي حصل فيها شيء مرعب، وحسينا إن الحيطان فعلا بتتحرك والضلمة زادت والهواء بقى يخنق. بقى في حاجة مش طبيعية بتحصل. المعلق كان واقف بثقة كأنه كل حاجة ماشية على هواه من الآخر، لكن ما خدش باله إن جمال ولأول مرة كان جاهز للرد أسرع من أي مرة قبل كده. جمال مد ايده مسك المصحف اللي على الأرض، وقبل ما حد يلحق يمنعه بدأ يقرأ بصوت عالي، صوت أقوى من أي لحظة قبل كده، بصوت مليان إيمان وتحدي. وفي اللحظة دي حصل شيء مخيف، شيء خلانا نرجع لورا في رهبة. المعالج صرخ صرخة مش بشرية، صرخة فيها حاجة وحشية. الصرخة اللي طلعت من المعالج كانت أشبه بصوت حد بيسحبه من باطن الأرض، صوت مش آدمي ولا بشري، فيه طبقات كتير، مش مجرد صوت شخص بيصرخ من الألم، صوت مكتوم بيلعن وبيتوعد وبيهد، لكنه في نفس الوقت كان صوت حد اتفضح، حد كان متغطي بستارة من الكذب وفجأة شال الستارة دي من عليه واتكشف قدام الكل. وفي اللحظة دي بدأ جمال يقرأ قرآن بصوت أعلى. كانت لحظة انهيار. كل الحاجات اللي كنا فاكرينها مسيطرة علينا، كل الرعب اللي كان مال المكان، كل الكذب اللي الساحر كان محوط نفسه بيه راح وظهر على حقيقته. كل حاجة انهارت واتكسرت قدام كمال اللي بقى أقوى من الساحر 100,000 مرة. يعتبر جمال بقى يقول كل كلمة بإيمان وتقوى، بقى يقولها بعدم خوف، كأنه طالع من حفرة ضلمة وفي إيده كشاف للنور. وأنا كنت واقف متخشب مش مصدق اللي بيحصل، بس اللي ما كنتش فاهمه واللي كان بيهز عقلي واللي كان خلاني واقف مش قادر استوعب هو ازاي هو مجرد دجال قادر يعمل كل ده. طب ازاي خلانا نشوف ان الحيطان بتنزل دم؟ ازاي جمال كان عايش كل الشهور اللي فاتت دي تحت الحصار النفسي ده؟ ما تجننش بجد.
كنت ببص لجماله وببص للدجال ده اللي كان دلوقتي على الأرض جسده بيتلوى وعينيه مقلوبة وصوته بقى عبارة عن همهمة وبقى مش طالع. وأم جمال كانت لسه واقفة مكانها وملامحها ما اتغيرتش لكنها كانت متصلبة، كأنها أخيرا استوعبت إن اللعبة خلصت وإنها مش قادرة تسيطر على المشهد. وإخواته كانوا في حالة من الرعب، كل واحد فيهم واقف في حتة جوه الأوضة بيبصوا لجمال كأنه خرج من القبر، كأنهم اكتشفوا إن كل اللي عملوه كان من غير أي فايدة، مجرد لعبة اتفاجئوا إن هي أكبر منهم، نار كانوا فاكرين إنهم قادرين يسيطروا عليها لكن الحقيقة إنها حرقتهم قبل حتى ما يقربوا منها. جمال ما كانش مجرد ضحية، كان الناجي الوحيد من المصيدة اللي هم وقعوا فيها قبل حتى ما يحاولوا يوقعوه. وفضل يقرأ، صوته كان بيعلى والدجال كان عمال يصرخ أكتر. وفي اللحظة دي حصل شيء مرعب، شيء محدش فينا قادر يصدقه. الدجال كان عمال يتلوى وجسمه بيتهز ووشه بدأ يتغير، ملامحه بقت غريبة كأنه بتتبدل، كأنه كان لابس قناع طول الوقت ده. مرة واحدة الدخان اسود ينتشر في الأوضة علشان نتفاجئ ساعتها إن الدجال اختفى ومبقاش ليه أي أثر، كأنه اتبخر يا ملهمين، ومعاه صوت صرخته بس في السراب وبتختفي بالتدريج. اللحظة اللي جمال ختم فيها الآية اللي كان بيقراها كانت اللحظة اللي كان كل حاجة فيها وقفت فجأة، بس فضل صوته جوه الأوضة، صوت ضحكة بعيدة بتتردد في كل مكان، ضحكة حد بيقول لنا إن القصة لسه ما خلصتش وإن الرعب الحقيقي لسه موجود. علشان بعديها السكوت يملى المكان وما كانش قطعه إلا صوت أنفاسنا العالية من التوتر والرعب، وريحة المكان رجعت زي ما كانت ريحة حاجة اتحرقت، بس مفيش حاجة اتحرقت ولا حتى بخور. الحيطان لسه مليانة نفس الرسومات لكن شكلها ما بقاش مرعب زي الأول. كنت ببص لجمال اللي كان لسه ماسك المصحف واقف في نص الأوضة وعينه بتتلف في كل زاوية في الأوضة كأنه بيتأكد إنه خلاص قادر يخرج من الجحيم اللي رماه فيه أقرب الناس ليه. كان بيبص لأمه وإخواته بنظرة عمري ما شفتها قبل كده، نظرة حد شاف الحقيقة بقلبه وعينيه واكتشف إن الحقيقة دي أقسى بكتير من أي كابوس عاشوا. ما كانش في أي كلام يتقال، كلهم كانوا واقفين مكانهم زي التماثيل. شفت أم جمال وهي مش قادرة ترفع عينيها في وشه، كانت واقفة في الركن بتترعش ووشها أحمر، لا بتعيط ولا بتتكلم. جمال اتقدم ناحيتها وخطواته كانت بطيئة، شكله تعبان ومجهد لكنه حاول يكون متماسك. ولما وقف قدامها سألها بصوت هادي، ليه عملت فيا كده؟ بس هي مردتش عليه، فضلت ساكتة وكأنها حتى مش عايزة تدافع عن نفسها، كأنها عارفة إن مفيش كلام ينفع ولا يشفع ليها، بس هو كان مصمم يسمعها. فضلت ساكتة. في الآخر اتكلمت وقالت ببرود شديد، كنا عايزين نعيش، كنا محتاجين الفلوس، كنا خايفين. عشان جمال يضحك ضحكة صغيرة، ضحكة ما فيهاش أي سعادة، كانت ضحكة عبارة عن حد خلاص فقد الإحساس، فقد القدرة إنه حتى يندهش. رفع عينه لإخواته وقال لهم، وانتوا خايفين برضو؟ محدش رد وفضلوا كلهم ساكتين كأنهم عاجزين عن الكلام. لكن الحقيقة بقت واضحة، والحقيقة اللي ضيعته واللي خلته يقعد لوحده في أوضته يرسم على الحيطان ويفقد إحساسه بنفسه. الحقيقة اللي بتقول إنه من البداية ما كانش فيه سحر ولا مس ولا لعنة، كان فيه بس طمع، كان فيه بس ناس عرفت إن نصيبهم من ورث أبوهم مش هيجي غير عن طريق إن هم يخلصوا من أخوهم، فقرروا إن هو لازم يختفي، يرموا عليه تهمة الجنون ويجيبوا دجال يخلوه يبين إن كل حاجة طبيعية، يبقوا مجرد أهل بيحاولوا يعالجوا ابنهم لحد ما يجي الوقت اللي يتكتب فيه في الورق إنه فقد الأهلية وكل حاجة تكون راحت عليه، وإن هما بقوا أوصياء عليه خلاص وعلى حاجاته وأملاكه، وتبقى الفلوس خلاص بتاعتهم ويفضل هو بس اللي مرمي في المستشفى أو مربوط في أوضة زي الحيوانات. وقدروا يلعبوا بيه كويس لحد ما بدأ يشوف نفسه زي ما هم شايفينه، مجرد شخص ملبوس ملعون محتاج يتعالج، وكانوا فعلا هينجحوا. دلوقتي بقى قادر وواقف قدامهم وهم قاعدين قدامه زي المجرمين، زي الناس اللي عارفين إنها ما تقدرش تهرب من الجريمة اللي عملوها، ومشي ناحيتهم وقف قدامهم كلهم
وبصلهم واحد واحد، ولما مفيش حد فيهم حتى قدر يبص في وشه اتنهد وقال بصوت مليان حزن وأسى: أنا مش هسجنكم ولا هبلغ عنكم، مش عشانكم لكن عشان أنا خلاص مش فاضل فيا طاقة. لكن مش هتفضلوا عايشين كل يوم بالذنب ده، هتفضلوا فاكرين اللي عملتوه، وهتفضلوا شايفين وشي في كل مرة تغمضي عينيكوا، وتفضلوا عارفين إنكم قتلتوني وأنا لسه عايش، ودي حاجة عمركم ما هتقدروا تهربوا منها. ومحدش رد عليه، ومحدش حتى حاول يدافع عن نفسه. هو قال كلمته وقرر يسيبهم ومشي بره الأوضة وبره الشقة كلها. نزل السلم وهو حاسس لأول مرة إنه حر، وإنه أخيرا خرج بجد، بس مش من باب أوضته اللي اتحبس جواها سنين. ده خرج من سجن، من جحيم، خرج من المكان اللي دفنوه فيه، خرج وهو عارف إنه هيفضل مكسور لكن على الأقل عايش. نزلت أجري وراه في الشارع اللي كان ضلمة، مفيش غير لمبات ضعيفة بتتهز من الهوا، كأن الدنيا كلها مستنية تشوف هيحصل إيه بعد كده. جمال كان ماشي بخطوات بطيئة كأنه ناسي إزاي يتحرك. كان كل خطوة بيخطيها بيكتشف لأول مرة إن عنده رجلين، وإنه بقى حر، الحرية اللي كان محروم منها سنين. كنت وقفت اللحظة بنادي عليه وهو مش سامعني، ولما لقيته في الحالة دي قلت أراقبه بس. أول مرة من شهور أو يمكن سنين ياخد نفس عميق وحس بالهواء داخل رئته. كملت مشي ورا جمال وأنا بتابعه، بس كأن جمال ماشي في الشارع من غير ما يبص وراه، خطواته تقيلة كأنه شايل سنين من الوجع على كتفه. كان بيحاول يفكر ويرتب خطواته الجاية، لكن هو تعبان بشكل مرعب، كأنه فاقد القدرة على التفكير. وأخيرا وقف على نصة الشارع. كان الوقت متأخر، في حوالي حدود الساعة 2 بالليل. الهوا كان بارد بشكل غريب. ساعتها قربت منه وهو فضل ساكت، وأخدته وطلعت على القهوة، والقهوة دي كانت على طريق سريع شوية. فقعدت قدامه وحاولت ان انا اسمعه للاخر وكده. وبدأ يقول لي: انا حاسس ان انا مبقتش انا حاسس اني مش لوحدي. وبعدها سكت وحط ايده على قلبه وهو كاتم دموعه، وحسيت انه قلبه بدأ يدق بسرعة وعقله بيقولها انه مجرد افكار غلط بسبب الخوف. جمال فجأة بص ورايا واتجمد مكانه. بصيت انا كمان بس ما كنتش شايف حاجة غريبة. فضلت اسأله: في ايه يا ابني؟ ما جاوبنيش. وفجأة بدأ يصرخ، فضل يردد كلمات امه زي ما تكون بتردد في كل حتة جواه، مش قادر يمنع لسانه انه ينطق، زي نغمة شيطان أو لعنة عمرها ما هتروح أبدا. في اللحظة دي جمال استسلم فيها لكل حاجة، لحظة إدراك إن أهله فعلا حولوه لشخص فعلا مريض نفسي، عمره ما هيقدر يخرج من السجن اللي جوه دماغه. بس في لحظة يا ملهمين لقيت جمال قام بسرعة رهيبة وجري على العربية ورمى نفسه قدامها. في لحظة بس، في مجرد لحظة بس عمل كده، لدرجة إني ملحقتش أستوعب اللي حصل قدام عيني ولا إني أدركه. وده اللي خلاني إن أنا ملحقش أعمل أي حاجة ولا حتى أقدر ألحق جمال. وللأسف يا ملهمين، جمال مات وارتاح من عذابه، وارتاح من السجن اللي كان عايش فيه في دماغه والعذاب اللي حصل له.